بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه نتوكل. أعزائي أعضاء جروب وقناة أرانب جد عصام، عزيزي مربي الأرانب المبتدئ، معلش غصب عني اتأخرت عليكم في الفيديوهات شوية، ولكن اعذروني. كل اللي هقدر أقوله إن انتوا فعلا والله العظيم وحشتوني. النهاردة يا جماعة هتكلم على موضوع اللي هو بداية فصل تشغيل الأرانب، أو البداية الحقيقية لتشغيل الأرانب اللي هي بتبدأ في شهر 9. أنا كلامي كله طبعا في الأول وفي الآخر للمربي المبتدئ اللي بيربي في بلكونة، اللي بيربي في أوضة، اللي بيربي في عشة، اللي بيربي في مكان زي كده. ماليش دعوة أو ما بتكلمش على المزارع أو المشاريع الكبيرة. أنا بتكلم على واحد عنده 5-6 أرانب أو 10 أرانب بيربيهم في أي مكان من اللي أنا قلته. طيب النهاردة بنتكلم على بداية الموسم. يعني إيه بداية الموسم يا عم عصام؟ طبعا شهر 7 و8 اللي فاتوا أنا بربي بقالي فترة كبيرة، ولكن عمري في حياتي ما شفت حرارة وصلت زي السنة اللي احنا فيها دي. شهر 7 و8 الحرارة عندي كانت بتوصل لغاية تقريبا بتعدي ال 42، وبفضل من عند ربنا سبحانه وتعالى ومجهود مني شوية. زي ما انت شايف كده الأرانب عدت بخير وسلام. مش معنى كده ان انا ما ماتش عندي أرانب، لا طبعا في أرانب حصل لها إجهاد حراري وماتت. أنا زي أي مربي صغير بتحصل عنده حالات نفوق في الأرانب، الكلام ده، ولكن بتبقى في أضيق الحقوق. النهاردة عشان تبدأ الموسم صح وتبدأ بطريقة سليمة، 3 عناصر أساسية هتنجحك بإذن الله. لو احنا هنتكلم ان الموسم بيبدأ في شهر 9، يبقى انا عندي شهر 9 و10 و11 و12 و1 و2 و3 و4 و5 كمان. يعني الشغل كله بيبقى في ال9 شهور دول. طب انت عشان تنجح في ال9 شهور دول، نصيحتي لك 3 حاجات او 4 حاجات. اول حاجة المكان. لازم المكان يا جماعة يكون متهوي، وهعمل فيديو بالتفصيل عن المكان. دي نمرة 1. تاني حاجة البطاريات. حضرتك لازم يكون عندك بطاريات، ودايما ترش دايزانون او سيباسيل كل اسبوع مرة. والنظافة يبقى دون تاني عنصر. عندك كده المكان وعندك البطارية، يبقى فاضل عندك حاجة واحدة اللي هتبدأ بيها أو حاجتين. الأرانب يا جماعة، أنا نصيحتي لأي حد بياخد مني أرانب، وكلهم سامعيني دلوقتي في الفيديوهات، نصيحة: اوعى تشتري أرانب كبيرة، لأن زي ما بيقولوا لو كان في الخير ما كانش رماد طير. يعني ايه؟ يعني لو واحد عنده أرنبة كبيرة ويقول لك دي ولدت مرة واحدة بس وجابت 8 وجابت 10 والكلام ده، مش هيبيعها. هو بيبيع لك الأرانب الكبيرة، يا العجوزة، يا اللي ما بترضعش كويس، يا اللي عدد خلفتها قليل. وبالتالي نصيحة مني، وانت حر في اي حاجة، ان انت تجيب ارانب بكر عمر 5 شهور او 6 شهور، زي الارانب اللي حضرتك عليها دي شايفها دي. بص كده الجمال والحلاوة، دي ارانب بكر عمر 5 شهور. هي دي نصيحتي اللي انت هتبدأ بيها. طب هتبدأ بيها ازاي؟ هتكون على الأقل أول مرة الخلفة بتاعتها عندك، وبالتالي أنت هتاخد كل الخير بتاعها. المهم إن الأرانب دي تكون السلالة بتاعتها كويسة، دي نمرة 1.
نمرة 2، انت النهاردة لما بتاخد ارنب عمر 5 شهور في الوقت ده معنى كده انه قضى شهر 5 و6 و7 و8 على الاقل في عز الحر. فمعنى ان هو يعدي من الحر ده، يبقى ده المناعة بتاعته قوية جدا، وزي ما بيقولوا هتخبطه في الحيطة هيرد لك تاني. مش تروح تجيب ارنب من مزرعة درجة الحرارة فيها في الصيف بتبقى 20 وبعدين تيجي تحطها عندك، لا مش هتعيش، لسبب بسيط، ان الارنب المناعة بتاعته ضعيفة، او ان هو واخد على درجة حرارة منخفضة. وبالتالي انا بنصحك المربي المبتدئ، انت ظروفك تقريبا زي الظروف بتاعتي، بمعنى ان انت هيعدي عليك الصيف درجة الحرارة دايما معدية ال40 والحاجات دي، فانت عايز ارنب يستحمل درجة الحرارة العالية دي. يبقى انت كده حضرتك المكان متهوي، نمرة 1، بعد كده جبت البطارية بتاعتك من اي مكان، نمرة 2 اشتريت الارانب، اخر حاجة العلف. يا ريت تختار نوع علف كويس تشتغل بيه. بص حضرتك كده العلف ده، بص كده نسبة الذرة وفول الصويا فيه عاملة ايه. انا لسه حاطط اكل للارانب دلوقتي اهو، انا بفرجك عشان لما عنصر من العناصر دي هتفقده يبقى انت كده هتخسر حاجة كبيرة، لان من اهم الحاجات العلف. بص حضرتك الذرة وفول الصويا عامل ايه في العلف، بص كده. يبقى هم دول ال4 عناصر الاساسية اللي انت هتشتغل فيها. اتمنى ان انا اكون فدتك في الفيديو دون، واسف ان انا اتأخرت عليكم في الفيديوهات، والى لقاء قادم في فيديو قادم. لكم حبي ودعواتي بدوام الصحة والستر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.